السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. انا عارفة كلكم كتطرحوا نفس السؤال، والاغلبية اللي هما جداد هما اللي ما عارفينش ان هاد الفيديوهات هادو ديال السنة الماضية. انا راه كيحز في قلبي علاش كنحط لكم فيديوهات اللي هما ديال السنة الماضية، وانما عرفوني مادام وصلت لهاد المرحلة انني كنحط لكم فيديوهات قدام الا وان باغا القناة ديالي ما توقفش، وراني باغا نرجع لكم بوصفات جديده. انما هاد الظروف وهاد الوقت اللي انا كنمر به حاليا ما مساعدنيش نهائيا، لا الوقت مساعدني ولا النفسيه مساعداني انني نصور. راه لا يعلم الغيب الا الله، وماشي بالضروري خصني نخرج نعطيكم شنو هو الواقع ديالي علاش ما كنصورش. انما اللهم نحط لكم فيديوهات قدام. كنفضل انا نحط فيديوهات قدام ولا تبقى قناتي واقفه ما خداماش، لان انا مصدر الرزق ديالي هو هاد القناه ديالي باش كنعيش انا لوليداتي. وكنتمنى تبقاو مشجعيني وتبقاو معايا الى الاخير، وسمحوا لي وكنعتذر منكم على ونبداو الفيديوهات اللي بسم هما الله قدام. على بركة الله. وهنا اول حاجه غادي نحضرها معكم هي الفلون ديال الطرون. بالنسبه لهذا الفلون ديال الطرون هو معروف هنا في اسبانيا، غير كل واحد والطريقه ديالو كيفاش كيحضروا. هنا انا غادي نشارك معكم الطريقه ديالي. غادي نديرو غير بالطرون ديال الكاوكاو اولا ديال الفول السوداني، كيطلع شويه رخيص في الثمن. هنا بالنسبه للمكونات، فخديت واحد العلبه ديال الطرون اللي فيها تقريبا 200 غرام. غادي نزيد عليها نص علبه ديال الجبن كريمي، ممكن دير علبه كامله. هو الخليط بصفه عامه ديال الاترو فيه علبه كامله ديال الجبن، فانا غادي ندير غير نصف علبه. عندي هنا نص لتر ديال الحليب، وعندي الكواخاده، وعندي نص لتر ديال الكريمه السائله. كاين الناس اللي ما تيبغيوش يديروا الكريمه السائله، ممكن ما ديروهاش، غير هي اللي كتعطي القوام كريمي لهذا الفلون هذا، وكيجي فيه واحد المذاق رائع. والكواخاده كتباع في الميركادونا اولا في المحلات التجاريه اللي نتوما مولفين كتسخروا منها. فغادي ندير هي فيها 4 ديال الساشيات، انا غادي ندير غير جوج. غادي نخلط هذا الخليط مزيان، وغنحاول هكا نبقى نهبط هذاك الطرون ديال الكاوكاو حتى غادي يتطحن. هو بصراحه بالطرون ديال اللوز راه كيجي شي حاجه واعره، ولكن حتى بديال الكاوكاو كيجي غزال كيحمق. صافي هنا بعد ما تاكدت ان هذاك الطرون تطحن، غادي نزيد عليه هذيك الكريمه السائله، وغادي نحط الخليط كله على عافيه مهيله مع التحريك حتى كيبان ليا بدا كيغلي، يعني ما عرفتش كيفاش نقول لكم، بدا كيغلى. عاد غادي نحيدو من فوق البوطه. ايوا صافي البنات، هنا ضفت نصف لتر ديال الكريمه السائله كامل. كنخلط واحد شويه، كنوضعوه كيف قلت لكم على عافيه اللي هي مهيله. غير كتطلع فيه الغليه صافي كنحيدوه، ما كنحتاجوش انه يتقال او لا يعقد او لا. هو اصلا عاقد لان فيه الكريمه السائله وفيه هذاك الخليط ديال الطرون، وما درناش السكر لان الخليط ديال الطرون راه كيكون حلو. هنا غناخذ المول اللي غادي ندير فيه انايا هاد الطرون ديالي. غادي ندير فيه الكراميل. انا عندي هنا جاهز. ممكن نتيا ديري كاس ديال السكر مع 2 معالق ديال الماء، وتخليهم حتى كيذوبوا فوق عافيه مهيله وكيولي اللون ديالو بحال الكراميل، وكتستعمليه. بما انني انا عندي جاهز هنا، كنت دخلت هذا المول الثلاجه حتى جمد هذاك الكراميل، وجبت هذاك الخليط ديال الطرون وغادي نخويه فوق من هذاك الكراميل. صافي هو راه دغيا تيتجمع، دغيا تيشد راسو، لان كيف كتعرفوا الكواخاده هي دايره بحال الفلون، غير هي شويه مجهده على الفلون، يعني كتجمع دغيا. بالنسبه للناس اللي كيقولوا راه حرام، راه ماشي حرام. اعطيوني شي كود اولا شي حاجه مكتوبه فيها كتدل على انها حرام، انا متاكده انها ماشي حرام. صافي غادي ندخلها للثلاجه. وهنا غندوز نحضر معكم الحشوه اللي غادي نحضروا بها بسيطلات ديال الحوت، بنوع واحد ديال الحوت، ولكن شي حاجه واعره. انا متاكده ما عمركم جربتوهم بهذه الطريقه، والا جربتوهم بهذه الطريقه غادي يعجبكم بزاف. هنا عندي مقيله درت فيها زيت الزيتون، درت فيها تقريبا واحد البصله كبيره، درت عليها 3 الحبات ديال الجزر مطحونين اولا محكوكين، ودرت عليها السبانخ درت عليها السبانخ، شويه ديال الملحه، والعطريه اللي بقات ليا غادي نديرها من بعد. غادي نبقى نديو نجيب هذا الشيء في المقله حتى غادي تطيح هذيك السبانخ، يطيحوا ويطيح هذاك الجزر. هنا غنضيف شويه ديال الابزار، وغادي نحرك هاد المكونات كامله. علاش درنا الابزار؟ حتى درت هاد العطريه، عفوا هاد الخضر،
باش هكا تيتنكهوا ليا كاملين، ما تبقاش غير البصله اللي شربات هادوك العطور. هنا ضفت واحد الضامه ديال الثومه، ممكن ديروا رويس ديال الثومه اولا ديروا نص معلقه صغيره ديال الثوم بودره، لكم الاختيار ديروا اللي بغيتو. هنا عندي الهبره ديال السمك الابيض اولا الميرلوسه. هنا في عوض غادي نديروا جميع الاسماك، يعني الكروفيت والكالامار والهبرات السمك، ويعني وديروا بزاف الاسماك. هنا كديروا نوع واحد ديال السمك، يعني ارخص سمك عفوا هو هذا ديال الميرلوسه، ما تيكونش غالي بزاف طالع في الثمن. فانا استعملت الحاجات اللي هما مناسبين بالنسبه للناس اللي غيجيهم بصله ديال الحوس غاليه. صافي هنا غادي نزيد واحد شويه تاع الصلصه ديال الصوجا، تتبقى اختياريه، غير هي من الاحسن تكون يعني كتزيد واحد اللذه رائعه. وهنا عندي العطريه ديال البسطيله. هاد العطريه ديال البسطيله راه زادتني واحد النكهه خطيره. المهم بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش العطريه ديال البسطيله غادي يزيدوا غير شويه تاع التحميره وشويه تاع الخرقوم. صافي هادشي اللي غادي يزيدوا، ما يزيدوا حتى حاجه. صافي هنا الحشوه ديالي راها جاهزه كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه للهبره ديال السمك عندي تقريبا واحد 300 غرام. غادي نزيد عليهم الشعريه الصينيه وغادي نحرك، يعني كلشي في مقله واحده، ما فيهاش بزاف ديال التعب. وصدقوني البنات راه فيها واحد المذاق رائع، شي حاجه اللي هي مختلفه. هادو حتى اللي ما درتهمش في رمضان احتفظوا عليهم، شي نهار يكون عندكم الضياف تحضروا لهم واحد الحاجه اللي هي جديده ومختلفه، ماشي بحال اللي كناكلوا دائما غير الالوان اللي فيها كيشهيو. صافي انا غندوز بعد ما بردات ليا الحشوه ديالي كامله، يعني تكون بردات مزيان كيف كتشوفوا. انا كنت حيدتها من المقله ودرتها في هذا الصحن هذا باش كتبرد. ما عمرنا نستعمل الحشو وهي سخونه، الا استعملناها وهي سخونه راه هاد الورقه كامله كتبقى تقطع. انا هنا في الاول كنت غاده بهذه الطريقه وشويه ما عجبتنيش، جاتني ما مفينياش بزاف، فبقيت كنفينيها، كنعاود نفينيها في هذيك الزليفه ولا هذيك الاناء. كناخذ الورقه ديالي ديال الفيلو، الورقه الفيلو انا كنستعمل ديال ميركادونا، كنقسمها على 4، يعني كل جوج مربعات كنديرهم في واحد البسطيله، ممكن ديروا حتى 3 بالنسبه للناس اللي كيخافوها تقطع عليهم. هذا ما كتقطعش. وكندير غير الزيت، ما تنديرش الزبده، بغيتو ديروا الزبده لكم الاختيار. صافي تنطويها وتنعاود نقلبها ونعاود ندير ورقه اخرى ونعاود نطويها وسط منها، هكا شوفوا كيفاش كتجي مفينيه احسن وكيجيو الجنيبات ديالها واقفين. وبالنسبه للحشوه البنات ممكن تزيدوا فيها الجبن محكوك او الجبن مبشور، حتى هو كيديها واحد اللذه رائعه. انا هنا اختكم راه كنستعمل ايدي باش ايدي شاده بها الميزان. انا اغلب الفيديوهات تلقاوني كنستعمل ايديا، كنعجبني نخدم بايديا. اهم حاجه هي النظافه، يعني تكون ايدي نقيين، هذا هو المهم. ايوا صافي. المهم انا كملت البسيطلات ديالي كاملين، خرجت لي هنايا 12 حبه هذيك الكميه، ولكن راه البسيطلات راهم كبارين ماشي ميني ماشي صغيورين، يعني متوسطين. صافي دهنتهم شويه ديال الزيت على الوجه ديالهم ودخلتهم الفران يتحمروا. شعلت عليهم، غنشعل عليهم من الاسفل ومن الاعلى. هنا غندوز باش نصاوب معكم الحشوه الثانيه اللي غتكون بالكفته والبيشاميل. هذه بدورها كتجي واحد الحشوه اللي هي رائعه وسنتمنى انكم تجربوها. هنا عندي واحد الكسرونه درت فيها معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره عامره ديال الطحين، غنزيد عليها نص سيطرو ديال الحليب. بالنسبه للتنكيه فانتم كتنكهوا باللي بغيتو، انا غادي نكه بين ما يذوب ليا هذاك الدقيق مع هذيك الزبده وما يبقاوش عندي الكويرات ديال الدقيق. صافي غادي نكه بشويه ديال الملحه طبعا، الابزار وشويه تاع الكوزه، راس معلقه ديال صغيره بزاف. هاد الملعقه راكم مش كتشوفوا قداش في يديا، يعني واحد القريصه ديال الكوزه اولا جوزه الطيب وشويه ديال الابزار. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نكتفي بهم، فكيعطيو واحد البنه رائعه للبيشاميل وكتجي جد رائعه. صافي هنا كيف كتلاحظوا انا البيشاميل ما كتعجبنيش نديرها عاقده بزاف، كنخليها شويه خفيفه وراه هي كتبقى تعقد من حدا كتبرد وهي كتزيد كتخسر. هنا غناخذ مقيله غندير فيها شويه ديال زيت الزيتون. انا كناخذ زيت الزيتون اللي تكون هكا اقتصاديه في الثمن ديالها وهي باش كنطيب، واللي كتكون ديال المغرب هذيك خلاص، هذيك راه عندنا كنز حنا هنا في اوروبا. الا كانت عندك في الدار راها كنز. واخا انا حامقه دابا على الزيت المغرب وخصوصا ديال بني ملال، كنحماق عليها، وديال قلعه السراغنه. ولكن خساره شكون يجيبها ليا. المهم الا كتعرفوا شي واحد سيصيفط لاوروبا عطيوني نمرتو. المهم هنايا درت عليها 300 غرام ديال الكفته هذيك البصله، ودرت التوابل، درت الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكركم وشويه ديال التحميره، هكا راس معلقه ولا نص معلقه صغيره.
صافي غادي نشحر هذيك الكفيسه ديالي مع هاد العطريه حتى كتفرتت كامله، وغادي نزيد عليها البيشاميل. عرفتوا البنات راه كتجي واعره هاد الحشوه هذه، غير جربوها وردوا عليا الخبر، كتجي معلكه بنينه بنينه. غير هو ردوا بالكم من الملحه. البيشاميل اللي خليت راني غادي نديرو في الكراتان. صافي زدت الكميه اللي خاصني ندير مع الحشوه، تنخلطها مزيان مع الحشوه وسنخليها تندوز مباشره، نعمر بها عفوا. عندي هنايا انا هادو ديال الكيش راه جاهزين، راه كنت حضرتهم معكم قبل رمضان. انا غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف اللي بغات تحضرهم. هاد لاباط ديال الكيش راه مصاوبه غير بالزيت بلا زبده، يعني اقتصاديه 100%. جربوها، انا متاكده غادي تنال الاعجاب ديالكم. كتجي مقرمشه وكتجي زوينه، ما كتجيش رطبه. البنات اللي كيقولوا لي واش غتجي رطبه، كنقول لهم لا راه ما غاتجيش رطبه، كتجي مقرمشه. صافي سنعمر القياس اللي بغيت انا في كل وحده. صافي تنزيد عليهم الجبن. انا اليوم ما تديوش عليا، غنبان لكم تنهضر ثقيله، مره مره تيمشي ليا الريزو مع ما نعساش وبيته مع المونتاج ديال كامل، وكنحس براسي هازني غير بزز. ايوا معليش البنات، المهم اهم حاجه هو نوصل لكم الفكره، واهم حاجه هي توصل لكم الوصفه من القلب. المهم هادوك اللي كيش زدت عليهم الجبن مبشور من برا، وحتى هما غادي نخلي هادشي كامل حتى غادي يقرب الفطور، عاد غندخلهم يتحمروا في الفران، ما كياخذش ليا الوقت بزاف. هنا غندوز نصاوب معكم الكراتان ديال الصوصيط اللي كيجي واعر. انا بغيتكم البنات تجربوه. هنايا عندي بصيله شحرتها مع شويه ديال زيت البلديه، زدت عليها هنايا الصوصيط. هنا عندي 500 غرام ديال الصوصيط، نتوما ممكن ديروا غير 200 غرام، غير 300 غرام، على حسب الافراد ديال العائله ولا الناس شحال ديال الناس اللي غياكلوا هادشي. درت عليها المليحه والابزار، درت معلقه صغيره ديال الثوم بودره وجوج معلقات ديال المعدنوس مجفف. ممكن ديروا غير المعدنوس عادي، يعني القزبور والمعدنوس مقطعين الا كانوا عندكم في الفريغو، ولا يعني طريين غيكون احسن. صافي غنديو هاد الصوصيط مع هاد البصيله غير شويه، واخا كيبان لكم تيتفرتت بحال الكفته ماشي مشكل. هو اهم حاجه المذاق ديال الصوصيط اللي كيجي رائع في هاد الكراتان هذا. ونصيحه اخرى، ما تكثروش الزيت، لانه تبارك الله كيطلق ليدام بزاف. ما تكثروش الزيت في الاول، اولا ما ديروش كاع الزيت، غادي يكون احسن، لانه تبارك الله كيطلق ليدام. كيف كتعرفوا الصوصيط راه كيكون الكفته ديالو مطحونه بالشحمه بزاف. هذا علاش من الاحسن ما ديروش كاع الزيت وتهناو. انا هنا راه طلق ليا تبارك الله لي دم، ما كنتش الصراحه كنظن انه غيطلق لي دم، ولكن معليش مع البيشاميل وهذا كيجي هو هذاك. بالنسبه للناس اللي ما تيبغوش لي دم راه ما غاديش يعجبهم هكاك 100 دم. صافي هنايا درت هذيك البطاطا عندي مسلوقه، يعني طايبه قريبه تكمل الطياب ديالها، بقى لها غير واحد شويه، يعني بحال غير واحد نغيزه وغتكمل الطياب ديالها. صافي تندير واحد الطبقه ديال البطاطا، تندير شويه ديال هذيك الشرموله تاع الصوصيط. بعدا الصوصيط كيف شفتوا معايا راني نضفت عليه الصلصه تاع مطيشه، شحرته غير واحد شويه وطفيت عليه. الصلصه مطيشه اللي كانت عندي جاهزه، ممكن حتى تستغناو عليها الا بغيتو، غير هي كتعطي التعليكه لهاد الكراتان هذا. انا هكا فضلت، بما انه يعني كاين عندي الضياف، فضلت نديرو فردي. ممكن ديروهم يعني هكا في مول واحد، لكم الاختيار. صافي تندير ثاني طبقه ديال البطاطا وطبقه ديال هذيك الشرموله ديال الصوصيط، وتندير البيشاميل من الفوق، تندير عليه الجبن. شوفني كنوجد كيجيب لي الصك تيقول لي ماما نخرجوا، ماما نمشيو ناكلوا برا. تيعجبهم الحال مني تنخرجهم برا ونجلسوا في الطبيعه، ونحط لهم ديك الماكله هكا في الارض، ونفرش لهم في الربيع، تيعجبهم الحال، تيفوجوا، المهم كيبدلوا الجو. المهم حبيبات قلبي، هاد البسيطلات بعد ما تحمروا ليا في الفران كنت شعلت عليهم من الاسفل ومن الاعلى حتى تحمروا هكا، يعني خداو لي الوقت الكافي ديالهم باش تحمروا في الفران. هما واخا كيبان لكم هكا بياضو راه عادي، راه الورقه ديال الفيلو هي هادي، يعني راك شفتوهم ملي خرجتهم من الفران كيفاش حمرين، غير كيبداو كيبردوا تيبداو يبيضوا. ولكن على فكره باش زوينه هاد ورقه الفيلو، غير كترديها للفران كتقرمش، اي تسخنيهم في الميكرووند ولا في الفران تيتقرمشوا. صافي تما راه زينتو بانصاف الحامض وشويه الفرماج. وهاد اللي كيش غادي نزينهم هكا بنص حبيبه ديال الطوماط سوغيز اولا الطماطم الصغيره. المهم التزيين تيبقى على حسب الرغبه. ايوا صافي تنقدموا في الاطباق ديالنا. اكيد الاطباق دائما ديال المملحات المرافق ديالها هو الخس. هنا جبت الفلون من الثلاجه اللي كانت تقريبا بقى واحد 3 ساعات في الثلاجه، غير في الثلاجه ماشي في الفريغو، وتنحاول هكا نقلبو في المول، عفوا في الصحن ديال التقديم.
هنا انا غادي نزينو هاد الكريمه اللي كانت شاطت ليا من التحليه ديال الكنافه اللي درت معكم في الفيديو اللي فات. كانت بقات عندي في الثلاجه وزينت بها الفلون ديالي. صدقوني البنات هاد الفلون كيجي واعر، كيجي كيحمق، يعني فيه واحد القوام خطير. خاصكم تجربوه هكا اللي عندكم الضياف، ولا تجربوه للناس العزاز، وحتى نتوما عزاز على راسكم اختي نوضي جربيها لراسك لوليداتك ولمولا دارك. ايوا المهم هنا غنصاوب معكم العصيرات او العصائر اللي غادي ندير اليوم. عندي هنايا واحد 3 ديال القطع ديال الاناناس كانوا عندي مساكن في الفريغو، شحال هادي مساكنهم في الفريغو اجي نستعملكم اليوم. وعندي تما 4 الحبات ديال البرتقال اللي مقطعين، منقيين ومقطعين. الا كانوا فيهم العظيمات كنحيدوهم. تندير السكر، انا درت 4 المعالق ديال السكر، وانتم السكر على حسب الرغبه، وثاني على حسب حلاوه ديال الليمون. هاد الليمون كان عندي انا نقدر نقول لكم حلو ما حلوش، يعني جا في النص. فدرت له 4 المعالق ديال السكر وزدت الماء صافي، وسنطحنهم مزيان وسنصفي هاد العصير. ضروري تصفيوه من هذوك الشوائب ديال الليمون باش كيجي في الشرب ديالو كيجي زوين. صافي غادي نصفي العصير ديالي كامل وغادي نصبو في القريعه اللي غادي نقدمو فيها. هاد العصير جا واعر بزاف، جا لذيذ، جا منعش بواحد الطريقه عجيبه. جربوها البنات اللي عندكم هكا. على فكره ممكن ديروا حتى الاناناس اللي كيكون معلب، يعني اللي كيكون في العلبه، ديروا هكا واحد 4 ولا 5 القطع دوك الدوائر، ممكن الا كان متوفر عندكم ديروه. هنا غندير لكم العصير الثاني بهاد الفواكه الحمراء اللي كتكون مجمده. غادي نضيف عليها، درت انا علبه كامله، غادي نضيف عليها حليب محلى القياس اللي نتوما بغيتوه. غير هي راه كيكونوا الفواكه ديالها حامضين شويه، يعني قد ما حليتوها تيكون احسن. وغنضيف عليها الماء، الماء الكافي اللي غادي يخلي لي هاد العصير غادي يكون يعني في القوام مزيان. المهم نتوما عينكم ميزانكم كيفاش كتبغيو العصير، واش يكون ثقيل ولا خفيف. هو هاد العصير هذا بهاد الكميه ديال الماء راه كيجي شويه عاقد، ومن الاحسن تصفيوه. انا بصراحه ما صفيتوش، انا دوك الحبيبات ديال الفواكه الحمراء كيعجبوني. ولكن نتوما الا ما كتبغيوهمش وكيدوروا نجيوكم، من الاحسن تصفيوه حتى هو عاد تقدموه للضياف ديالكم. كيجي واعر هاد العصير، جربوه ردوا عليا الخبار. ايوا صافي هنا راني كنت كنقدم المائده ديالي. بصراحه جاو الوصفات زوينين بزاف. حتى الصديقات ديالي الحمد لله عجبوهم. هذا لانه كان اخر فطور بالنسبه يمكن غادي يكون هذا اخر فيديو غادي نحط لكم ديال فطور رمضان. الله يجعل البركه، الله يخلف. يعني حطيت لكم بزاف ديال الافكار بالنسبه للبنات اللي غادي يبغيو فيديوهات من هنا لقدام يكتبوها لي في التعاليق. ويعني وراني تبارك الله القناه عامره بالشهوات، يعني فيها بزاف الافكار. البنات واخا غايقول لي غتقولوا لي زعما غتخلينا وهذا ولكن راه تبارك الله القناه عامره بالشهوات، يعني بزاف الاقتراحات كاينين فيها. غترجعوا للفيديوهات القدام راه فيها فيديوهات كيحمقوا وفيها وصفات رائعين. اي وصفه بغيتوها كتكتبوها في خانه البحث وكتكتبوا حداها ام نزار، راه كتلقاو اي وصفه نتوما قلبتوا عليها غادي تلقاوها. ايوا صافي هنايا كنوريكم كل حاجه. هنا ما تجيكمش غريبه لان الطباصل بداو كيخواو، راه يعني كاين داكشي اللي كيتحيد راه كيتحيد، داكشي اللي كيبقى راه كيبقى. ايوا صافي حبيبات قلبي هنا وريتكم كل حاجه كيفاش جات من الداخل ديالها. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفات. ملتقانا في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه، تهلاو في راسكم.